يحيى. مجلس الاداره برئاسه الاستاذ ياسر يحيى والاستاذ شريف شدوى والاستاذ محمد الخولي وكل الناس واحمد متولي واستاذ محمد الضويني، كل الناس دي يعني عاملين شغل جدا ومحترم للنادي المصري. هنشوف تقرير ونرجع بعد التقرير نستقبل نجمنا الكبير ومدير المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك كابتن محمد صلاح. دي نقله كبيره ليا وان شاء الله ربنا يوفقني فيها واكون قد المسؤوليه. كنت ان شاء الله كنت في المنصوره، يعني الحمد لله كنت ماشي كويس جدا هناك، والجماهير كلها بتحبني، وكانوا يعني كنت امل بالنسبه لهم ان انا اكون في يعني ان انا اصعدهم ان شاء الله في السنه الموسم اللي جاي. بس الحمد لله بقى يعني ربنا كرم واتنقلت لنادي كبير، نادي المصري، ونادي جمهور كبير. يعني الواحد ما كانش متخيل الوضع هنا كده يعني بالجمهور ده، بس الحمد لله ان شاء الله اكون قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله نكون نعمل حاجه السنه دي معاهم ان شاء الله. الحمد لله يا احمد، انت شايف النهارده كان في تجربه، كان عندنا مباراه مع منتخب دمياط، والحمد لله يمكن الناس شافت المستوى من اعلى لاعلى، وان شاء الله بنطمن الجماهير. بطمنهم من ناحيه حراسه المرمى، بقول لهم ان احنا لسه ما قفلناش الباب، في تفاوض مع حارس واثنين ان شاء الله قريب قوي، هيكون في خلال 24 ساعه 48 ساعه بالكثير هيكون معانا حارس. اجتماع لجنه الانديه، والله الاجتماع طبعا الناس كان في انتخابات عشان لجنه الانديه، وكان في كلام في الشارع وبيقولوا النادي المصري طبعا من اعرق الانديه الجماهيريه، احنا على بعد ان شاء الله سنوات بسيطه من المئويه، والنادي المصري ما حدش هيقدر ان هو يقلل من قيمته. النادي المصري ما قلش على اهلي وزمالك واتحاد واسماعيلي وكل الانديه الجماهيريه. النادي المصري الحمد لله الناس متفاهمه كده، بس انا شفنا بس ان موضوع تربطات كده في
قبلها بيوم كان الناس قاعدين وقارين فاتحه وحاجات كده بتحصل احنا ما امناش فيها. احنا السنه اللي فاتت احترمنا الموقف الخاص بتاع النادي المصري وما نزلناش انتخابات على اساس ان احنا كان لنا توجه ان احنا نرجع. وانا شايف ان لجنه الانديه يعني هي مجرد توصيات. كل اللي عايزه اتحاد الكوره هو اللي بيحدد، واتحاد الكوره هو اللي بيمشي. يمكن كان في توجه السنه اللي فاتت عايزين الغاء الهبوط، ويمكن شفت برضو ان لجنه الانديه عايزه تلغي الهبوط، لكن اللي مشى في الاخر القوانين واللوائح اللي حطها لجنه المسابقات في اتحاد الكوره. يعني ان شاء الله ان احنا في اتفاق بيننا كمجلس، وكلنا من اللي شفناه السنه اللي فاتت ومن التعب اللي شافته اللعيبه ومن الاجهاد المادي والمعنوي على النادي. يعني احنا واخدين قرار ان موضوع السويس ده لو فيها ان احنا يعني احنا السنه اللي فاتت ما حبيناش نحط العقده في المنشار، لكن السنه دي ما فيش حاجه اسمها سويس بصراحه. اللعيبه تعبت واحنا كنا محطوطين في موقف صعب، ممكن الناس كلها لاخر 10 دقائق احنا كنا بنصارع يعني. فاحنا مش هنكرر التجربه دي، احنا خلاص واخدين قرار ان احنا مش هنوافق على موضوع السويس ده. احنا اول جوابات بعتناها واول اختياراتنا بورسعيد. لو الامن ده اخر حاجه بقى، لو الامن شايف، طبعا احنا شغلنا الشاغل امن مصر يعني، لو ان الامور لسه محتاجه ان النادي المصري يكون خارج بورسعيد فهو مش هيعدي اسماعيليه. يعني الحمد لله السنه دي يعني عاملين فتره اعداد كويسه غير السنه اللي فاتت. في معسكرات، في اهتمام شويه من الاداره، فالحمد لله يعني في تكاتف. ده اهم حاجه، المنظومه الاول تبدا الصح. اهم حاجه انت تبدا الصح، تبدا صح. طبعا عملنا ماتشات وديه ولسه في ماتشات وديه، في الاسبوع الجاي في 3 ماتشات، فربنا يكرم يعني. والفرقه ان شاء الله يعني انا شايف حاجه كويسه السنه دي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احب اقول لك ان بجد الفرقه السنه دي ان شاء الله تبقى شكل تاني خالص. احنا السنه اللي فاتت كنا في ظروف صعبه مش اكتر يعني، انت شفت الظروف كلها كانت صعبه، احنا لسه متجمعين. انما دلوقتي احنا الفرقه كويسه، انت جبت لعيبه كتيره جدا، انت تعتبر غيرت الفرقه كلها يعني. عندك في كل مركز 5 6. طبعا عوده الياسو دي حاجه مفيده جدا طبعا النادي المصري، واضافه قويه جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله نبقى احسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله يا رب. في السنه اللي فاتت كلها وانت كنت حاضر الماتشات كلها، كان كله ضدنا بتحريك الكوره بحكام بكل حاجه، كان عاوزين النادي المصري ينزل، بس الحمد لله ربنا اراد. الحمد لله ان احنا قعدنا في الدوري. السنه اللي بقينا في بورسعيد نلعب في السويس، بس هي كده برضه هيتعبونا زي السنه اللي فاتت، وهنلعب في السويس برضه زي كل سنه والكلام دوت. احنا نتمنى نلعب في بورسعيد او نلعب في اسماعيليه، نلعب في حته قريبه من دي، لان مفيش فرص خالص يعني. انت المشوار 4 ساعات، انت جربت احمد والكلام دوت، ووضع اللبس هناك صعب والكلام دوت. فيا رب باذن الله احنا نلعب في بورسعيد، نلعب في منطقه قريبه، اسماعيليه، نلعب في اي حته قريبه عشان تبقى الامور متكافئه والكلام ده، وان شاء الله خير يعني. ما نتفرقش معانا في اي مكان نلعب ان شاء الله. والله طبعا يعني لما انت تحس ان الناس مديه ثقه فيك، والناس ما يعني يبقى في مثلا كان بيتفاوضوا مع احمد مسعود النادي التليفونات ما وافقش او كده، وان هم ما يبقاش عندهم مشاكل، ومحمد العربي مثلا يمشوه سواء يعني لاي شيء. هو طبعا انا اتعاملت معاه شخصيه محترمه جدا جدا يعني، من الناس اللي انا يعني الشخصيات اللي تتعامل معاهم تحترمهم بصراحه يعني. فانا يعني بتمنى التوفيق، وحته ان هو يديك الثقه دي ان دي حاجه طبعا كبيره جدا، وان شاء الله الواحد يكون قدها باذن الله. يمكنكم مشاهدة تلفزيون النهار في الفنادق التالية: